ايه رأيك؟ جامد إيه رأيك؟ جامد جامد. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ وبما ان رمضان قرب خلاص، تعالوا نوريكم ازاي عملنا احلى كب جلاش لعزومات رمضان. ودي المكونات تقدروا تاخدوها سكرين شوت. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعوا، لأهلنا في غزة ربنا ينصرهم بإذن الله. ويلا نبدأ في الطريقة على طول. وأول حاجة هنحتاجها معانا هي ربع كيلو بانيه متقطع مكعبات صغيرة، والحجم ده كده هيبقى كويس جدا. تاني حاجة هنحتاج بصلتين متقطعين مكعبات صغيرة. وكمان هنحتاج 2 فلفل ألوان وهنقطعهم مكعبات صغيرة. لتجهيز الحشوة التانية هنحتاج سلامي مقطع مكعبات، وهنحتاج معانا 3 مثلثات جبنة هنقطعهم مكعبات صغيرة، ويا ريت ما يكونوش من المنتجات إياها. وهنحتاج شوية جبنة رومي مبشورة، وحوالي 3 شرايح جبنة شيدر هنقطعهم مكعبات. وهنخلط الميكس ده كله مع بعضه، وهنجيب طاستنا الجميلة ونحط معلقة زبدة. وهننزل بالبصل ونشوحه كويس، وأول ما يدبل البصل شوية هنحط عليه فلفل ألوان. بعد كده هننزل بالتوابل، معلقة فلفل اسود، معلقة توم باودر، ومعلقة بابريكا، وشوية ملح صغيرين علشان الجبن فيها ملح. وبعد ما نقلب التوابل في البصل والفلفل كويس هنشيل منهم شوية على جنب عشان هنحتاجهم بعدين. وبعدين هنركن البصل والفلفل في نص الطاسة، وفي النص الفاضي هننزل بمعلقة زيت ومكعبات الفراخ. اول ما الفراخ تاخد لون بنبتدي ننزل عليها بمعلقة فلفل اسود ومعلقة بابريكا، وهنقلبهم كلهم بقى مع بعض. وأول ما توصل للشكل ده هنشيلها من على النار، بس اوعوا تاكلوها قبل ما نحشي. هنجيب حلة ونحط فيها ربع كوباية زبدة، وهنكسر عليهم بيضتين، وكمان هنحتاج علبة زبادي. وهنحط عليهم كوباية لبن، وهنحط عليهم معلقة فلفل اسود ومعلقة ملح، ونبدأ نضربهم كويس جدا. وأول ما يتقلب كويس هنركنه على جنب. هنحضر معانا قالب الكب كيك وهندهنه بالزبدة كويس. وهنجيب لفة الجلاش وناخد منها رقين، ونبدأ نرصهم في الصاج وندهنهم بالخليط اللي عملناه كويس. وبعد كده هنبدأ نضغط عليهم بالراحة في مكان الكب علشان ياخدوا شكل القالب بالظبط. هنكرر نفس الخطوة لغاية ما نخلص لفة الجلاش كلها، وبعدين هنقطعه بقطعة البيتزا، ونخلي بالنا ان احنا نمشي على الخطوط بتاعة القالب بالظبط. وهنبدأ ندخل الجلاش مكان الكب، بس خلي بالكم وانتوا بتدخلوا ان لازم يبقى فيه فراغ في النص عشان نحشيه، وفي نفس الوقت ان الجلاش ما يتقطعش لان هو بيبقى طري جدا. بعد كده هنبدأ نحشي الجلاش ب3 حشوات مختلفة. اول حاجة فيهم هي الفراخ، تاني حشوة كانت السلامي وميكس الجبن، وتالت حشوة هي ميكس جبن بس، وتقدروا تستخدموا ميكس الجبن اللي انتوا عاوزينه. ولو عايزين تضيفوا اي حاجة ضيفوا براحتكم، احنا زودنا جبنة رومي على الفراخ. وبعد ما نخلص حشو الجلاش هنبدأ ناخد الخليط اللي كنا بندهن بيه الجلاش نسقي بيه الجلاش بعد ما حشيناه. هنبتدي نعلم الحشوات بتاعتنا بأشكال مختلفة عشان نقدر نفرق بينهم. وهنا علمنا الفراخ بالفلفل الألوان. وفاكرين البصل اللي كنا شايلينه في الأول هنبدأ نحطه على السلامي وميكس الجبن. أما ميكس الجبن فحطينا عليها شرايح طماطم. وكده خلصنا، وهندخله فرن على درجة حرارة 250 لمدة نص ساعة أو لحد لما يتحمر زي الجلاش العادي بالظبط. وده كده شكله وهو في الفرن. وده شكله بعد ما خرج من الفرن. وجينا لأهم لحظة إن إحنا هندوق. ويلا بينا ندوق. بصت قبل الأكل. رمضان كريم. يلا تبتدي بقى نهي. ايه رأيك؟ جامد إيه رأيك؟ جامد جامد. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ بس الطريقه دي جامده. اولا مخليها من حواليه مقرمش، من جوه طري طراوه دايب بيدوب بيدوب. تاني حاجة هي فكرة انك تعملوا الصنف 3 اشكال او 3 اصناف. يا ماما ده يتعمل منه 50 صنف. ممكن يتعمل بلحمه، فراخ، بالجبن، سلامي، وخضار. هيبقى جميل قوي. صدق فكرة جزر ايوه وكوسة مثلا وكده هيبقى بجد؟ تعالوا دوقوا معانا. عايزة ادوق السلام. ايه رأيك؟ مش هسيبها بجد، ده جامد قوي قوي. هيعجبكم قوي بس جربوا. حتى احلى من اللي احنا بنعمله سليم، لان هو ما فيهوش الطبقه الناشفه اللي فوق اللي بتقعد ترول وتقع دي. يلا جيب. حلو الميكس جبن. الميكس جبن ينفع على السحور. كلهم جامدين، بس الفراخ محبب الى الكل. كل واحد بقى يجرب وقولوا لنا رايكم بعد ما تجربوه في الكومنتات. ورجعنا لكم بعد ما دقنا. جيب دواء. بس هو بصراحه جميل قوي بجد. وكده خلاص الفيديو خلص. ما تنسوش لو عندكم اكلات غريبه سيبوها لنا في الكومنتات. ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب. الكلمة اللي كلها سين. سكابسكراك. برقوق مامتهم هتبقى ايه؟ برقوقه. ولو بتتفرجوا من على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب. ولو بتتفرجوا من على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير.